قالت الايطو تخرج لي راس رحت للكاميرون قالت لهم الكاميروني ماشي مليحه، رحت للكوت ديفوار قالت الكوت ديفوار بري هيستوريك، رحت للغامبيا تحوس على قاسامه، ضربت مع دي جورناليست الكلام اللي يعني استحي وحدي استحي نسمعوا يا ناس، والناس تسوق لها وتجوز لها سيني با نورمال. الصحفي حافظ الراجي راه معها في شرع، وزراء في الدوله الجزائريه هضرت عليهم، شخصيات كبيره تكلمت عليهم يا ناس، كاين كثير ماشي وحدها ماشي كايزولي. المستوى المنحط الرديء هو اليوم يتصدر واجهه يعني الاعلام الجزائري، وما لازمش اليوم اشخاص مثل هادو نخلوهم دائما في الواجهه. مي سوني با نورمال واش صار اليوم، وكانه ولات اون سكت تاع المستوى المنحط هي اللي تسيطر على بلاد وتتلاعب بمصيرها. بس الشعب الجزائري نوجه اعتذارات للشعب الايفواري، صراحه الانسان هذيك ما تمثلش ليزاجيريا، احنا شعب مضياف متخلق يحب افريقيا، وانا شخصيا في اطار المهام تاعي تنقلت عديد من البلدان الافريقيه، بلدان جميله جدا عندها خصوصياتها كما الجزائر عندها خصوصياتها. احنا بلد افريقي، ما راناش بلد بين البرتغال وبين اسبانيا، ونعتز بتواجدنا في القاره السمراء. اليوم ما يجيش اون بيرسون مستوى خارج التصنيف يحسب على الجزائريين، هذه التصرفات غير المقبوله. اليوم من غير معقول انه نسكتوا على شرذمه من الناس ما تمثلش الشخصيه الجزائريه، ما تمثلش الجزائر. اللي راقي دو لا سوسيتي ما يقدروش يمثلوا توتين سوسيتي اللي راقيه امبوسيبل يا ناس. دايرين جمعيه كبيره وديت زانتيري بيرسونيل وديت ريمون دو لاجيري على حساب الجزائر من غير الطبيعي.